معلومه قبل الشراء، الرسيفر اي بي تي في ب 300 جنيه و 400 جنيه. هقول لك معلومات النهارده في غايه الاهميه لازم تسمعها عشان خاطر انت لا تتضرر ضرر كبير جدا. تابع معايا الفيديو للاخر، اهم حاجه عشان خاطر تستفيد من كل حاجه. نبدا على بركه الله. شرح النهارده مهم جدا 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 مع طه بتاع الصيانه. هديك نصائح مهمه جدا بالنسبه للرسيفر اي بي تي في وكمان الرسيفر العادي، وكل حاجه هتلاقيها النهارده قدامك باذن الله تعالى وبين ايديك. بس اهم حاجه ما تنساناش لايك وشير وكمان تعليق بالصلاه على النبي عليه السلام، وخد المهمات او خد الحاجات المفيده جدا النهارده من الرسيفر اي بي تي في. اولا اشرح لك يعني ايه رسيفر اي بي تي في. الرسيفر ده يا جماعه، رسيفر زي كده بيبقى عباره عن اشتراك سنوي، سنه او اتنين او تلاته حسب الشركه اللي انت جاي بيها. تمام؟ يعني رسيفر زي ده الموجود معانا في حوالي سنه او سنتين اشتراك اي بي تي في فري جاي مع الجهاز. الجهاز ده اصدار قديم شويه، واي فاي خارجي، سنه نوفا كمان موجود عليه. طيب ده شرح بسيط جدا عن قصه حاجه اسمها اي بي تي في. هربط الجهاز من على الانترنت بالواي فاي الخارجي اللي بقول لك عليه، اللي هي الانتنه الخارجيه بتتحط في ظهر الجهاز. الداخلي ده حاجه تاني برضه هشرحه لك دلوقتي معاك في الشرح واحنا ماشيين مع بعضنا. لكن النهارده انا هديك المعلومه المهمه جدا واديك نصائح كمان من طريقه تشتري الرسيفر اي بي تي في. كتير من المنصات دلوقتي عارضه رسيفرات مجهوله المصدر او كمان الاسم، اي اسم مكتوب عليها وخلاص، ب 300 جنيه او ب 400 جنيه. الرسيفر ده ما تجيبهوش لو ببلاش. نصيحه لوجه الله تعالى، الرسيفر ما تجيبهوش لو ببلاش. هتقول لي ليه يا طه؟ اقول لك دلوقتي. انا الجهاز بيجيني فاضي زي مليان، بمعنى صح يعني الجهاز كده كانه فاضي، يعني ما فيهوش اي صفرات ولا اي حاجه، فري يعني الجهاز معلوش اشتراكات ولا اي حاجه. هيشغل لك القناه العاديه بتاعه النايل سات. اللي بيزيد عليها هنا بقى يا جماعه، يعني ممكن احكي لك قصه كده في عجاله عن الرسيفر. طب الرسيفر دلوقتي 4 ميجا و8 ميجا، زي نظام الفلاش والرام بتاع التليفون بالظبط. كل ما تعلى في الرامات وفي البروسيسور والحاجات من دي بيعلى معاك الجهاز في الاضاءه بتاعته وفي الشغل بتاعه. كذلك الرسيفر كل ما تعلى في الرام وكل ما تعلى في الفلاشه بتاعته، يعني مثلا 4 بالذات 8 و8 بالذات 16، هتلاقي الجهاز سلس وسريع معاك كمان في التقليب. كل ما تطلع في الرام، كل ما تطلع كمان في الفلاش، كل ما هتلاقي نفسك ابتديت انك انت تسمع حاجات زي الاتش دي او ال 4 كي. ال 4 كي بتعلى معاك زي ما قلت لك في القصه دي. طيب اما ايه قصه الاي بي تي في يا طه؟ قصه الاي بي تي في دي هحكي لك دلوقتي في جزئيه لوحديها. الجزئيه دي انا بشرح لك في الاول قصه الرسيفر. يبقى احنا فهمنا دلوقتي يعني ايه رسيفر 4 ميجا، ويعني ايه 8 ميجا، ويعني ايه 16 ميجا. تمام؟ اللي هي قصه الفلاش. الرامات بقى بتطلع زي ما قلت لك معاها نفس القصه. طيب كده احنا خلصنا من جزئيه الرسيفر. ممكن دلوقتي رسيفر من الثلاثه دول اجيب اشتراك انا عليه مثلا يوزر نيم وباسورد واجيبهم واحطهم على الرسيفر؟ ينفع، بس في حاله واحده ما ينفعش، لو الجهاز مش هيدعم معاك الانترنت. ان احنا دلوقتي شغلنا زي ما قلت لك هيبقى على الانترنت كله. ادام الجهاز قابل معاك الانترنت وفيه واي فاي داخلي او خارجي، هتخش على الاكستريم، هتجيب اليوزر نيم والباسورد والهوست، تحطهم على الجهاز هيشتغل معاك. هيفرق معاك هنا بقى في اللي انا هقول لك عليه دلوقتي، اللي هو ابو 400 وابو 800 وابو 1000 والحاجات دي كلها. طيب انا ليه بسمي لك دول؟ بقول لك في حاجات كتيره في السوق، لان انا بشوف بنفسي والله كراجل فني او عندي الحاجات دي في المحل بصينها او ببيعها كمان. بشوف اعطال وبشوف مشاكل كتيره جدا. بيجي واحد ابن حلال على الصفحات دلوقتي بتاعت التواصل كلها، الجهاز بينور، الجهاز شغال، الجهاز 4 سنين، الجهاز 8 سنين، الجهاز 10 سنين، وهوبا الجهاز يجي اول تحديث ليه مفيش دعم من الشركه، كل السيرفرات اللي عليه تروح واقعه، تلاقي سيرفر واحد بس اللي شغال اللي هو سنه، ويعمل ايه بقى معاك في التشغيل؟ يقطع ويشتغل، يقطع ويشتغل. لو انت بتسمع ماتش هتقوم تكسر الجهاز او تقوم تفصل الجهاز او تقوم اصلا تنزل على القهوه وهتسيب الجهاز. وده بيحصل مع حوالي 20 او 30% من الناس اللي هي بتيجي عند المحل وتتكلم معاه على الرسيفر. اول ما بجيب له سيره اي بي تي في الاقي وشه بيروح قالب كده ويقول لك الجهاز ام نت دي انا مش عايزها تاني. طيب انا بقول لك المعلومات دي ليه دلوقتي؟ عشان اديك المعلومات المفيده اللي انت تروح تشتري بيها رسيفر وانت رايح مطمن، ويعني حاطط في قلبك بطيخه صيفي ان انا مش هيحصل معايا المشاكل بتاعه ابو 300 جنيه او 400 جنيه اللي بيقولوا عليه دوت اللي هم عارفين بيه كل شويه. طيب اول معلومه قلتها لك اللي هي في قصه الاجهزه من 4 ل 8 ل 16 اللي هي الفلاش ورام 1 ورام 2 ورام وكده، ده خلصت لك قصته. اهم حاجه عندي في القصه اللي جايه دي بقى السيرفر اللي جاي على الجهاز.
ودي انا بقولها مليون مره يا جماعه، هات سيرفر معتمد. السيرفر اللي هو ايه بقى يا سيدي؟ اللي هو بيفتح القنوات المشفره. يعني انا دلوقتي هفتح السيرفر ده دلوقتي قدامك وهشتغل على الانترنت وهفعل. اهم حاجه التفعيل دوت يكون في حاجه اسمها سيرفر نوفا. في عندك الفا وفي هاها وفي مش هسمي بمسميات عشان ما الناس ما تزعلش مني. موجوده حوالي 20 نوع او 30 نوع من السيرفرات. انا اللي يفرق معايا في القصه دي ان انا اسمع حاجه ما تقطعش، ولا النت بتاعي يبقى سريع وقوي، ولا الجهاز في وقتش مهم ولا حاجه بسمعه الاقي الجهاز يقف، الجهاز يقطع، انا مش جايب ودافع فلوس عشان خاطر اتمغص عليها حياتي. فانا بقول لك السيرفر نوفا، خد الجهاز وانت مطمن وانت مغمض عينيك، الجهاز ده هترتاح معاه كتير جدا جدا. مش هتفرق معاك 4 أو 8 غير في جوده الصوره بس فقط لا غير. لكن نور في السيرفر نوفا بصراحه دعم 24 ساعه، كمان حلاوه وجمال وسلاسه في التعامل بتاع السيرفر جوه. كمان الايقونات بتاعته متقسمه تقسيم كويس. كمان لو اتصلت على حد من بتوع الدعم ما بيسيبكش غير لما يفك لك المشكله بفضل الله. هترتاح وهتريح نفسك. طيب انا جبت سيرفر تاني لو قلت لك ابو 300 و400 بالجهاز كله. اصل ده ثمن سيرفر يا جماعه، يعني 400 جنيه دلوقتي ثمن سيرفر نوفا اللي احنا بنعمله اشتراك سنه. هجيب بيه جهاز كامل يعني ده ولا جاب اصلا ثمن الجهاز ولا جاب ثمن السيرفر؟ اهو انا بشتغل ازاي؟ فلازم وانت رايح تجيب الريسيفر بالذات، او حتى لو هتجيب شاشه لازم تعمل عليها سيرش كويس وتفهم المعلومات بتاعتك كويس وتبقى حاطط دماغك في حاجه انت رايح تجيبها ومقتنع بيها. طيب انا ما عرفتش مش مقتنع بالحاجات اللي في دماغي دلوقتي، خش على اليوتيوب واكتب ايه انواع الاجهزه، هيظهر لك حوالي 5 6 7 اجهزه، اختار منهم واحد واللي تلاقي عليه تفاعل كتير خلاص يبقى ان شاء الله الرحمن توكلنا على الله، و90% هتلاقي فيه سيرفر نوفا سنه او سنتين. يبقى احنا هنتكلم دلوقتي قصه الجهاز منتهيه، اهم حاجه عندي سيرفر الجهاز. ده اللي بيفرق معايا في الشغل. ليه بقى؟ ان السيرفرات الثانيه يا جماعه بصراحه والكلام ده محدش هيقوله لك اصلا، بيبقى ماك ادرس عليه حوالي 5 6 اجهزه او 7 اجهزه كمان مربوطين على سيرفر واحد. فانت بالطبع لما تيجي تشغل الجهاز بتاعك وتيجي في وقت مهم كله فاتح مع بعضيه مره واحده، فتلاقي الجهاز او السيرفر بتاعهم ابتدى يهنج، ابتدى يقطع على اجهزه وما قطعش على اجهزه. لكن لا، قصه نوفا ما فيهاش الكلام ده بصراحه. قصه نوفا انت بتاخد ماك ادرس لوحديك على الجهاز بتاعك، حتى لو انت عندك تلفزيون تاني ووصلت عليه في نفس الوقت ممكن يتعمل بلوك للسيرفر بتاعك وما يشتغلش تاني. فعشان كده هم منبهينك انت تشتغل جهاز واحد بس، مش مشكله حط السيرفر بتاعك على 4 اجهزه مش مشكله، بس ما تشتغلش في وقت واحد. ده كان توضيح مهم جدا جدا للناس اللي هي بتتكلم في قصه الاي بي تي في، اللي هي قرفانه من حاجه اسمها ريسيفر بنت، ويطلع لك واحد على التلفزيون يقول لك 300 جنيه و400 جنيه و3 سنين و4 سنين. ما تاخدش بالكلام ده خالص. نصيحه من اخوك لوجه الله والله العظيم، مش محتاج منك غير دعوه كويسه من القلب. ما تاخدش من قصه سيرفرات كتيره وفي جهاز ب4 سنين وفي جهاز 5 سنين و6 سنين. طيب اجيبها لك كده بالعربي والبلدي، الاجهزه دي كلها على سيرفر واحد يا جماعه، والسيرفر ده بيوزع للكثير من الاجهزه الموجوده على مسميات السيرفرات. يعني هو سيرفر واحد اللي في البلد ده اللي هو الام الكبيره، تمام؟ تفرع منه بقى طه واحمد ومحمود وخالد ومحمد والكلام ده كله، كل واحد واخد سيرفر من القصه دي وعامل نظام مسمى. لكن هي في الاول في الاخر هو سيرفر مين؟ سيرفر محمود، هو ده اساسي. ده احنا بنمثل سيرفر واحد شهاده كل اللي حواليه دول. طيب هنا 4 سنين و3 سنين ده شغل الشركات، انا اقدر اعمل لك اشتراك بسنه وباثنين وثلاثه وباربعه، ما عنديش اي مشكله فيه. طيب السيرفر ده جه من الام من فوق وراح فاصل، الكل هيشتغل الكل مش هيشتغل، عشان بس تبقى عامل حسابك واخد بالك من القصه دي. والله الكلام ده ما حد هيقوله لك، الكلام كله ده ناس هتيجي لك في مبيعات ويقول لك في سيرفر وبينور وبيطفي وبسم الله ما شاء الله، هو ما يفصل تيجي تكلمه يقول لك اصل والله ده على العام والكلام ده كله، والسيرفر المشكله دي ده في السيرفرات كلها واصبر لما نحل والكلام ده كله. لكن انا بقولها لك لوجه الله رب العالمين، ما تاخدش من كتر السيرفرات اللي هي 5 سيرفرات و6 سيرفرات و10 سيرفرات. لو واقف سيرفر الاساسي كله ده هيقف وراه من غير نقاش، واسال مجرب وعارف انا بقول لك ايه، وبتعامل مع الشركه نفسها الام، وعشان كده انا بقول لك حاجات من القلب. انا ما عليا ان انا ابيع لك، ما انا ممكن ابيع لك الجهاز واقول لك ايه ده باشا شغال ومالكش دعوه باي حاجه، او ما جهاز كده واعرف ان في مشكله جايه واروح فاصل التليفون بتاعي عشان ما حدش يرن عليا ولا حد يتواصل معايا واريح دماغي. لكن انا بقول لك الصراحه عشان خاطر الصراحه بتريح، هي بتزعل ناس كتير لكن دي بتريح البني ادم اللي قدامك. ودايما خليك محل ثقه للناس اللي هي بتشتري منك حاجه. وفضل الله رب العالمين الناس اللي اشترت مننا والناس اللي قاعدين اكتر من 4 سنين و5 سنين مشترك معانا في السيرفر نوفا بنجدد له كل سنه، عارفه الكلام دوت
بفضل الله رب العالمين. انا بقول لك المعلومه والله العظيم، انا ما محتاج منك حاجه غير دعوه يعني في الغيب كده من ربنا سبحانه وتعالى يرضى عننا جميعا. فانا قلت لك النهارده المعلومات القيمه جدا جدا. لو عندك اي مشكله في الريسيفر زي كده او في السوفت وير بتاعه او بيهنج او اي حاجه، سيبها لي في التعليقات ان شاء الله الرحمن، وانا هرد عليك بالجواب المقنع لحضرتك. عشان خاطر انا بجي لك كل يوم بيجي لي في المحل زي كده حاجات فيها مشاكل كتيره جدا، وبالذات الاجهزه اللي هي شغاله بالاي بي تي في اللي هي بالنت يا جماعه. طبعا القصه دي مشهوره، وقصه التعليق والحاجات من دي انا عامل برضه فيديوهات على قناتي عندي بتاع الدش موجوده عندكم، حلول بفضل الله رب العالمين وشروحات لكل المشاكل او لاغلب الاعطال اللي هي بتجيني. لو حابب تشترك معانا في القناه ده شيء يشرفني. ده ملخص للمشكله بتاعت، او مش ملخص يعني، مش هنقول عليها مشكله، ده توضيح مهم جدا للناس اللي عندها اللي عندها رسيفرات اي بي تي في، والناس اللي هي رايحه كمان تشتري رسيفر اي بي تي في. اشتري شركات معينه او شركات كويسه. ان شاء الله الرحمن الفيديو الجاي هديك اسم شركات ممتازه جدا جدا جدا، خد الشركات دي وانت مغمض اشتري منها، ولو فيها اي حاجه تعال اسالني، مفيش اي مشكله في اي حاجه. انا ما بعملش دعايه لحد والله، بس انا بقول لك الشركات دي احنا شغالين فيها وبنجيب منها شغل يعني بنستورد منها شغل وبنوزع كمان على ناس، فمفيش شكاوى منها. في حاجات كتيره في السوق مضروبه، ما تاخدش من اي كلام من اي حد ومن على النت والكلام الفاضي ده كله. اسمع الكلام وربنا يرضيك. لو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وصل لعندك.